هذا الصيف والجو سخون بزاف، اكيد وليداتنا غيطلبوا لنا لي كلاص، وحنا كامهات كنبغيو نعطيوهم شي حاجه صحيه نقيه نكونوا حضرناها بيدينا في البيت ديالنا. غنشارك معكم كلاص صحي اقتصادي بدون كريمه سائله ولا حليب ولا حليب مركز محلى وبلا طراب كهربائي. كلاص زوين بزاف، غادي يعجبكم بزاف، واكيد وليداتكم الا عطيتوه لهم غادي يعاودوا يطلبوه لكم. نخليكم مع التفاصيل. في هشوار درت 5 ديال الحبات ديال البنان. انا البنان كنت درتو في المجمد كما كتشوفوا دابا طلق. من الاحسن ديروه بارد بزاف او مجمد. ضفت ملعقه كبيره ديال العسل، وغادي نضيف هذا الكيس هذا ديال الكراميل، ديال الفلون كراميل هذا اللي بلا سكر. وهنايا غادي ندير كريم شونتيه او كريم كلاص اللي متوفر لكم، او لاموس حتى هي. هاد المكونات كلها خاصها تكون بارده. حتى هاد الكيس هذا درتو في المجمد. ضفت كاس ديال الماء بارد، تقدروا ديروا حتى 2 كؤوس. حنا غادي نطربوا بالهشوار، راه دغيا كطلع لينا هاد الكريمه كما كتشوفوا. القوام ديالها كيجي بحال هكذا. وخديت هاد البسكوي هذا غادي نهرسو بطريقه عشوائيه ونديرو فوق الكريمه. هنا كديروا اي نوعيه ديال البسكوي بغيتو، تقدروا تضيفوا حتى المكسرات او اللي بغيتو، اللوز مهرمش، كاوكاو مهرمش، اللي بغيتو نتوما كيبقى الاختيار ديالكم. هنا خديت هاد العلبه هذه درت فيها الكريمه. غادي نغطي الكريمه نقادها الوجه ونغطيها بالبلاستيك الغذائي. من الاحسن البلاستيك يكون ملامس للوجه ديال الكريمه مباشره كما كنديروا الكريم باتيسير. هكذا كنتفاداو تكون لينا ديك الطبقه ديال الثلج من فوق الكريمه مباشره. غادي نغطي على الكريمه وغادي نديرها في المجمد. تقدروا ديروها من 8 السوايع الفوق. انا درتها ليله كامله ولا غد ليه كما كتشوفوا. هنا غادي جبت العلبه. غادي يبان لكم الكلاص ديالنا واجد. غادي ندوزو باش نحطوه هكذا نقدموه في اطباق التقديم. هنا انا درتو بهذه الطريقه هذه، قدمته بهذه الطريقه. نتوما تقدروا ديروه في شي مول وتقطعوه بحال الكيك اللي بغيتو، الطريقه اللي بغيتوها. وهنايا غادي نزين بهذا الياغورت بالكراميل. تقدروا ديروا صوص كراميل او صوص ديال الشكلاط اللي بغيتو اللي متوفر لكم. درت هذا الكاوكاو مهرمش من الفوق، وانتم ديروا اي حاجه بغيتوها، الشكلاط، البسكوي مهرمش. هنا كنوريكم القوام. جا قوام ديالو كريمي وجا بنين بزاف صراحه. راه ما نقولش لكم المذاق ديالو بنين بالمذاق ديال البنان والكراميل. هكذا كيجي واحد المذاق زوين، كيعطينا كميه زوينه. كلاص صحي واقتصادي في نفس الوقت، بلا حليب وبلا كريمه سائله. نتمنى تجربوا هذا الكلاص هذا ويعجبكم، وبصحه وراحه.